كنت فاكر ان اللي بيحصل جوه المقبرة ده مجرد اوهام، بس اول ما سمعت الطنين ده عرفت ان مفيش رجوع. دبان الازرق كان مالي المكان، بس الغريب انهم ما كانوش بيتحركوا ناحية النور، كانوا كلهم متجمعين حوالين جثة. ايوه جثة، وكمان وشها مش باين، بس انا كنت متأكد اني شفتها قبل كده. بس استنوا خلوني اقول لكم من الاول. يلا بينا نبدأ اول القصة. اللي حصل لي ده كان ساعتها سنة 1978. كنت شغال في هيئة الآثار عادي، موظف عادي بعمل في شغلي. وبصراحة كنت دايما بحب الأماكن القديمة، المقابر بقى والسراديب والحيطان اللي عليها نقوش غريبة. بس في مرة جالي تكليف أروح أعين مقبرة مهجورة في أطراف الجيزة. كانوا بيقولوا إن المكان ده محدش بيقرب منه من سنين، كل اللي يدخل بيرجع مرعوب أو ما بيرجعش خالص. طبعا أنا ضحكت، قلت لنفسي دي خرافات، اي كلام هبل بيتقال وخلاص. بس يا ريتني ما ضحكت. وصلت المقبرة قبل الغروب بشوية. الطريق كان تراب والمكان حواليه ضوء يخوف، مفيش صوت غير دبان، بس كان صوته غريب جدا. وما كانش دبان عادي، كان دبان ازرق كبير، وصوته كده تحس اللي هو عامل زي زمجرة خفيفة قريب من الباب الحجري. وطبعا كعادتي يعني اللي انا باخد معايا اجنده كده صغيره بكتب فيها كل الملاحظات اللي انا بشوفها في المقابر اللي كانوا بيبعتوني فيها. بس الغريب وانا بكتب ملاحظاتي كنت بفتح بوابه حديد، صوت المفسره بتاعت الباب صرخ وكأن في حد بيتوجع. وقعدت اكدب نفسي وقلت يمكن ده تهيؤات. دخلت المقبره، وجوه المقبره كانت ريحه معفنه جدا، ريحه قديمه جدا. الهوا كنت تحس اللي هو تقيل، والدنيا جوه المقبره تحس ان اكن في تراب وفي غبار. ومع كل خطوه كنت باخدها عشان اروح المقبره كنت بحس ان الارض كانت بتتنفس تحتيا. هنا طبعا انا لقيت سرداب طويل وفي اخره تابوت حجري نص مفتوح. بس اللي كان ملفت للنظر ان الدبان الازرق كله كان متجمع على التابوت زي ما يكون بيحرس حاجة. وانا طبعا كان معايا مصباح صغير كده كان بينور لي المقبرة. وانا بقرب عند المقبرة لقيت جوه التابوت عظم، بس العظم مش ناشف، كان عليه حاجة لسه طرية كأنه ميت قريب. وفجأة كده لقيت الدبان كله طار ناحيتي، ووشي وهدومي وجسمي كله اتملى دبان. قعدت اطوح بايدي على الدبان واخبط في الدبان يمين وشمال، وفضلت انفض في نفسي عشان يبعدوا عني. بس بعد ثانيتين اختفوا خالص، ولا دبانة لقيتها في المقبرة. بصيت حواليا لقيت على الحيطان مكتوب كتابة باللغة العربية القديمة، والجملة اللي لفتت انتباهي وخوفتني جامد مكتوب اللي يفتح باب الموت يسمع طنين الأرواح. وساعتها اتخضيت وطلعت أجري بره المقبرة. الهوا كان ساعتها حر، بس أنا كنت بحس إن في ساعة وفي حاجة غريبة في ظهري زي نفس حد واقف ورايا. قعدت ابص ورايا وانا بجري، مفيش حد، بس سمعت صوت الطنين تاني. وهنا وانا ببص من بعيد كده لقيت الدبان الازرق رجع تاني، بس المرة دي ما كانش في دبان، كان الصوت بس. وفي صوت طنين جاي من جوه وداني كأن في حاجة دخلت جوايا. رجعت البيت ومن الفزع والرعب اللي انا كنت فيه حسيت ان انا كنت تايه. كل اللي في دماغي صوت الدبان الازرق، كان صوت بيرن في وداني بالليل وانا نايم وبالنهار وانا صاحي. حتى وانا بحاول اكل كنت بحس ان في حاجه بتتحرك في وداني. رحت للدكتور قال لي مفيش حاجه، بس انا كنت شايفهم في المرايه، شايف الدبان بيخرج من وداني وبيطير ويرجع تاني. وهنا بقى انا في يوم قلت لازم ارجع المقبره، كان لازم اعرف ايه اللي بيحصل. خدت معايا المصباح تاني وكيس ملح وقعدت اقرا في شويه ايات وانا ماشي. هنا بقى الطريق كان ساكت ومفيش ولا دبان ولا طير ولا حتى ريح هوا. بس اول ما وصلت لقيت الباب مفتوح، الحديد اللي انا كنت قافله بنفسي مفتوح على الاخر. ما انا بعد ما طلعت من المقبره وانا خايف قفلت الباب بسرعه ورايا وخدت بعض وجريت. دخلت كده المكان ولقيت شكله متغير، الحيطان كلها بتلمع بلون ازرق خفيف. وهنا وصلت عند التابوت، بس المرة دي كان في واحد نايم جواه، وشه متاكل، جسمه لسه طري. وهنا بقى وانا ببص على الجسم اللي انا شفته في التابوت لقيت بقه بيتحرك. فببص كده واستغربت، لقيت نحلة او دبانة زرقاء خرجت من بقه ووقفت على وشي انا. هنا بقى انا قعدت اصرخ بس الصوت ما طلعش، ما رضيتش اصرخ، كان في ايد ماسكة على رقبتي. وفجأة شفت نفسي واقف بره التابوت
وببص على جثتي جوه، كنت بشوف نفسي وشي باين عليه الرعب، والدبان الازرق مغطي كل حاجه. ومن ساعتها الناس اللي بتمشي عند المقبره دي بالليل بيسمعوا طنين غريب، وبيقولوا لما الصوت يزيد اعرف ان هو راجع. وانا هنا بحذرك وبقولك لو سمعت صوت طنين دبان ازرق حواليك ما تبصش وراك، ولا تحاول تدور على مصدر الصوت، لان اول لما تبص هتشوف اللي انا شفته وهتكون انت الضحية الجاية. سلام.